برضه جات لي معلومات عن حضرتك يا فندم. ما انا برضه جات لي معلومات عن حضرتك. اقول لسيادتك يعني حضرتك شفت فيديو ان مرات حضرتك طلعت قالت ان انت مخصي. عليك يا مخصي يا ابن الكلب يا احمد يا رجب يا مخصي يا ابن الكلب. بالمناسبه يا جماعه هو ملوش الستات، عشان الوليه القذره مرات البورسعيدي طلعت قالت ان انا اقول ان هو بيجيب ستات في البيت. يا اختي يا ريت يا اختي يا ريت، ده ملوش في الستات، ملوش حتى في الستات، ده مخص. ده كلام زوجة حضرتك موصل. طلعت مرات حضرتك قالت ان انت كنت عاوز تسرحها لصاحبك. واحد قريبه اسمه محمود تمام بيقول له انا عايز اشوف مدام زينب. طبعا بيشوفه هو عامل لي بقى الفيديو اللي عليه صوري، واقول له ازاي تطلع صوري كده ومش غيران عليا. يعمل لي الصور بتاعتي، يعمل الصور بتاعتي بتاعت زينب والله زينب اللي كان بيقعد يعرضها دي. الواد هيموت عايز يشوفني. احمد يا ندى انا عايز اقابل زينب، يصحيني الساعه 8 عشان انزل اقابله. دي معلومات تانية. طلعت قالت ان انت كنت بتبتسم. يلا يا ابن المكنكه يا ابن شادي، تعالى يا ابن شادي يا ابن الاحمر. فلوس عربيتي يا نصاب يا وسخه يا ابن شاديه الشرموطه يا ابن شاديه بتاعت الشارع يا وسخ، يا لامك بتاعت المساكن يا لامك بتاعت الترش يا وسخ. يا فندم وانت بتناقشني شتمتني. انا بتناقش قلت لك ايه الحاجات اللي جات لك، قلت لي دي حقيقه. قلت لك انا كمان جات لي حاجات، رحت جاي شاتمني ليه يا فندم؟ مش انت بتقول لي مخصي اما تقول لي لا حضرتك، لا يا فندم مش انا اللي قلت كده يا فندم، انت قلت دي حقيقه. انا قلت زوجة حضرتك اللي طلعت قالت كده والفيديو متوثق في اليوتيوب. انا ده ذنبي يا فندم؟ لا دي من زوجتي، دي من زوجتي، دي طليقتي. كان ضابط شرطه اسمه احمد محمد السيد رجب، واصبح اعلامي اسمه واسم الشهره بتاعه احمد رجب. دلوقتي هو على منصه من منصات اليوتيوب الخاصه برجل اسمه وائل شطه، علشان لو جربنا اي حاجه او حد جالنا فجاه او حد هددنا او حصل لنا اي نوع من انواع الابتزاز او التهديد جوه بيتي انا واولادي. انا عايشه انا واولادي في بيتنا لوحدنا، ارجوكم خدوا بالكم وارجوكم ابتزازي بقالي فتره طويله جدا، وده بسبب ان انا كنت رافضه اشتغل في امور خاصه بالدعاره، وكنت رافضه اشتغل في امور خاصه بتلويث السمعه، وانا ست شريفه وهفضل شريفه طول عمري لغايه اخر لحظه في حياتي. كلام نسوان انت بقى. طب ما حضرتك قاعد بتقول كلام نسوان برضه يا فندم. تعالي بس سيبيني. لا حبيبي، لا انا ما بقولش كلام نسوان. امال ايه يا فندم؟ انا هقول ايه واعرف ايه؟ عملت حاجه اتهم بقتل متظاهر. ليه يا رؤيا؟ ما ينفعش امشي عكس التيار، ما ينفعش اهدف ضد الموج، ما ينفعش اعوم ضد الموج، خاصة ان انت شايف رأي العام عامل ازاي. لكن انا افضل انا مع البنت الشمامة بنت المتنكة ديت دي بنت شمامة يا عم، بنت شمامة وبتاع عالم بنت متنكة وقوانين ومعرسين وده وتهرش من حاجات بنت متنكة. لا يا فندم اعمل اللي تعرضه. انت بالذات اديك عندي ملف انا هعرضه الراي العام. اتفضل يا فندم انت والراي العام يا فندم، سجل الكلمتين دول. ده كلام نسواني يا جدع انت اللي بتطلع تتناسل، يا جدع انت اللي بتتكلم كلام نسواني، اتكلم باحترام عيب. النهارده طالع عشان ارد المظالم حق السيده اتظلمت واتخدعت واتعذبت، شدت الزور عليها، خدمت الحقيقه بكلام كله كده بصراحه وقت من الاوقات كتير من الحاجات، وهي اشهر واكثر واعظم وافضل ست بنت حياتي. طيب مين الست دي؟ هي ام اولادي سيده مريم. خليك محترم يا ابني، انا مش صغير معاك. ربنا يسامحك يا فندم، ربنا يسامحك. انت ليك اخ هنا. ايوه تعرف تعمل معاه حاجه اعملها، تعرف تعمل معاه حاجه اعملها، تعرف تعمل معاه حاجه اعملها. انا عن نفسي بص اقول لك على حاجه، انا سلمكم الامن، انا عن نفسي ايوه سلمكم الامن الوطني. طب سلمني يا فندم. انا راجعك شرطه، انا راجعك. لا انت ظابط مفصول سابقا يا فندم.
سابقه. اسمع بس. ايوه. حتى لو انت محمي الجنسيه. ايوه. حتى لو انت محمي. قول. واخد بالك؟ ايوه. فانا اعرف كويس جدا اوضح لاجهزه بلدي انت ايه وانت ايه. طب عندك الانتربول والريد بول يا فندم، عندك الانتربول والريد بول. انا عارف انا هعمل ده في شغلاتي دي. يا عم اعمل ما بدالك يا عم. طب ايه قصه يا ابني اسمع، ايه قصه شادي امك؟ قول لي شادي امك ايه طيب؟ بص والله الشك والله الشك والله وانا بعتذر عن كل اللي فات مش عشان تسامحيني وانت صاحبة القرار اليوم. ربنا سبحانه وتعالى يفوز بقلبك الطاهر. انا بحبك وافضل احبك. شادي امك عامله ايه؟ قول لي. يا حول الله يا رب. يا ابن شادية الشرموطة، يا ابن شادية بتاعت الشارع يا وسخ. يا جدع ليه بتقفل يا جدع؟ تعالى نتصل عليك تاني. ده انا بحبه ده.